اقول ايه؟ حقيقي مش عارف بجد اتكلم في ايه اصلا. يعني المفروض اللي بيكسب كاس ده بيبقى فيه اول وتاني، صح؟ في ميداليه بتتسلم مثلا لنادي العين، لكن النادي الاهلي كسب امبارح بطوله. انا اصلا ما كنتش مركز في الماتش اساسا، ولا اعرف ايه اللي حصل في الماتش اصلا. الحمد لله يا رب، الف حمد لله على سلامه عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي، الف حمد لله على سلامتهم يا رب. تاني حاجه، انا اصلا ما كنتش متفرج على الماتش بتاع النادي الاهلي بسهوله، او يعني ما كنت متابع نتائج بتاع لقطات حاجات زي كده يعني من الماتش، لكن ما كنتش متفرج على الماتش عامه ككل. ليه اصلا؟ يعني ايه بطل المحيط الهادي كان بينزل يلعب سمك مثلا، ولا ايه بطل المحيط الهادي وافريقيا واسيا؟ طب ما الزمالك كسب السوبر الافريقي، يعني الزمالك كسبان بطل دوري ابطال افريقيا. ما مش فاهم يعني ايه، مش فاهم. وبعدين يا جماعه احنا شفنا، المفروض ان نادي العين كبير، المفروض ان نادي العين مش صغير، يعني مش نادي صغير في اسيا مثلا، لكن احنا شفنا مستوى نادي بصراحه، مستوى اللعيبه واقع جدا بجد، المستوى واقع. دي نقطه. تاني نقطه، مفيش حاجه اسمها بطوله. يعني انت نادي ده، الجماهير رايحه تحتفل، جماهير النادي الاهلي رايحه تحتفل يا جماعه، مش رايحه. مفيش امل 1% ان هم يخسروا، مفيش امل 1% ان هم يخسروا، مش عشان هم جامدين اصلا. ملعب فيه 90,000 ولا 80,000 مشجع لفريق واحد، مباراه بطوله من ماتش واحد، يعني كانك جايب مثلا فريق احتفالي، يعني جايب مثلا فريق تعمل بيه احتفاليه او حاجه ليك وخلاص وشكرا. مفيش نادي في العالم بيكسب كل اسبوع كاس اصلا. معنى كده ان الفرق اللي حواليك فرق تعبانه. هتقولي طب ما الاهلي كسبان الزمالك في السوبر المحلي. لا يا راجل، لا يا راجل، يا راجل بتتكلم بجد؟ الاهلي كسبان الزمالك في السوبر المحلي. كسبان الزمالك في السوبر المحلي، لكن انت عارف وانا عارف الاهلي كسبها ازاي؟ لولا ان الباشا دخل وهوب شاط، اصلا ما بيشوطش، راح مضيعها. يعني لو حد تاني دخل لو شاطها في النص احنا كسبنا. احنا ما خسرناش من الاهلي في الماتش، احنا خسرنا من الاهلي في ركلات الجزاء. احنا خسرنا طبعا، ومبروك للاهلي، عادي ما فيش مشكله. هو الاهلي عمل حاجه كويسه، مبروك للاهلي. هتقولي طب ما انتوا كسبتوا الافريقي بركلات الجزاء. طبعا كسبناه بركلات الجزاء، بس الماتش من حقنا اصلا. احنا عاملين اداء كويس في الملعب، لكن انت كاهلي في السوبر المحلي ما جيتش برضه. الزمالك عامل ماتش كويس جدا وخسرنا، ما فيش مشكله يا عم، والف مليون مبروك يا حبيبي، الف مليون مبروك. بس انت ما تجيش تقول لي بقى ان انت كسبت العين وخدت بطوله نص القاره وبطل نص القاره ومش عارف ايه والكلام ده كله بقى، وتقعد تعمله معايا. تعالى لعبك ماتش ودي، والله تعالى جيب ده احنا اقول لك ايه، تعالى لعبك ماتش ودي ونشوف كده. تعالى نلعب مع بعض ماتش ونشوف مين هيعمل مين في التاني ايه. لكن هتقول لي بقى نص القاره ونص مش عارف ايه ونص إيه. يا حبيبي انت بتنزل، انت معاك فريق بمليار جنيه، الزمالك ب 100 مليون جنيه، تمام، واخد منك سوبر افريقي. الزمالك اللي مديون وعليه فلوس والدنيا بايظه معاه، يعني شوف عامل فيك ايه. بس هو ده اللي انا عايز اقوله بس باختصار. وفي النهايه مليون مبروك للنادي الاهلي، الفريق كان بيمثل مصر، ومبروك ما فيش مشكله، مش هنتكلم في دي.